ولذلك دائما طالب العلم ينبغي أن يحسن فهم الكلام الذي يقرأه في المتن، وهذا هو مفتاح العلم. وكان ابن بدران كما أوصاه أحد أشياخه وهو الدوماني، إذا أراد أن يدرس متنا على شيخ قرأه أولا بإمعان وفكر حتى تتسلل معانيه إلى نفسه، فإما أن يكون فهمه صحيحا فيرسخ إذا شرحه له شيخه ويتمرن على حسن الفهم، وإما أن يكون فهمه خطأ فيتنبه إلى تصحيح سوء فهمه. فهذه المرنة مما يصنع ملكة العلم في المتلقي. وإذا أريد تعليم المتعلمين أحكام الدين في هذه المتون فإنه ينبغي لملقنهم العلم أن يعتني ببيان معاني تلك الألفاظ دون تطويل، فإن كثيرا ممن يطيل يذهل عن مقاصد المصنفين، فربما قرر معان لم يردها المصنف. مثلا أنتم خذوا هالفائدة واذهبوا ابحثوا في شروح العقيدة الواسطية وأفيدونا، ستجدون في العقيدة الواسطية في قدر منها قال فمن أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك عدل عن هذا اللفظ إلى لفظ آخر، ثم في آخر الكتاب عدل إلى لفظ ثالث. لماذا فرق رحمه الله بين هذه الألفاظ في عرض الاعتقاد؟ لماذا اختار ألفاظ في الثلث الأول أو أكثر النصف، ثم في الربع الثالث اختار ألفاظ أخرى للدلالة على الاعتقاد، ثم في آخره عدل إلى لفظ آخر؟ هل تظنون هذا اعتبار؟ تظنون اعتبار؟ لا، ليس اعتبار، له معنى، لابد أن تفهمه. لماذا اعتمد هو هذه الطريق في بيان معاني عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لأن من فهم هذا اللفظ هذا التصرف بان له معان جديدة في مقامات فهم الاعتقاد السلفي ومنازل مسائله، فليست منازله على حد سواء، فهي منازل متفاوتة، وهو أشار إلى تفاوتها باللفظ الذي استخدمه في بيان الاعتقاد. وقل مثل هذا في كثير من المتون التي تقرأ دون روية في بيان معاني ألفاظها، ويتطلع إلى أشياء بعيدة ويترك عما هو ألزم في فهم الدين. ولأجل هذا ينشأ الناشئ في المقتبسين العلم وهو لا يحسن موارد الأحكام فيقع في الضلال والإضلال. فالمسألة التي تلقاها تلقيا جمليا لا يحيط بتفاصيلها، لأنه لم يبني الفرع على الأصل، ووجد في ذهنه أصول مشوشة وفروع مسوسة، فيؤدي به ذلك إلى الوقوع في الضلال والإضلال. فإنك تجد كثيرا من الناس ينتحل قولا باطلا ثم ينسبه إلى الكتاب والسنة. يوجد هذا ولا ما يوجد؟ يوجد. يعني الباطل في الكتاب والسنة ولا في راسه؟ في راسه. الباطل ليس في الكتاب والسنة، وفي رأسه. ولذلك مثلا عندما يقال إن هؤلاء الخوارج هم نتاج كتاب التوحيد وكشف الشبهات، الجواب سهل. الخوارج موجودون اليوم فقط أم من قبل؟ من عهد الصحابة ما كان فيه كتاب التوحيد ولا كشف الشبهات، لكن كان في الشيء هو الموجود في كتاب التوحيد وكشف الشبهات، وهو الأدلة الشرعية. فكانت موجودة آيات وأحاديث، وهنا آيات وأحاديث. فالخلل ليس في الآيات والأحاديث والكتب التي بنيت على القرآن والسنة، وإنما الخلل في تلقي معاني الكتاب والسنة، فيخرج بها إلى معان فاسدة، سواء في هذا الباب من
الخروج عن الدين، أو فيما يقابله من الخروج عن الدين بالانحلال من أحكام الملة الإسلامية. نعم.